أهلا بيكم في الجزء الثاني من أكتر الأشخاص حظًا في العالم. مستعدين؟ السواق مش شايف صاحبنا اللي على الموتوسيكل وكان خلاص هيدوس عليه في الملف، وبيفلت من الموت بأعجوبة. بيصور الطيارة من المركب الصغير، والطيارة بتنزل لحد عنده تسلم عليه وتطير. مليمترات قليلة جدًا بينه وبين مكان نزول الصاعقة، مش مصدق نفسه. لو الأم اتأخرت ثانية واحدة كانت البنت وقعت خلاص. واضح إن تيتا ما خدتش بالها هي محظوظة قد إيه. يا سلام! نمبر 1. المَيّة والريح ساعات بينقذونا من الاصطدام. أمهر واحد في العالم في التصويب. الكل بيصور الطيارة لكنها قربت من الشخص ده جدا، ولكنه مستمر في التصوير. وده مش حظ، دي مهارة أكيد. الراجل ده محظوظ إنه معاه باراشوت. تليفونك لو وقع وانت راكب موتوسيكل يعني خلاص تعتبره مات، لكن المحظوظ ده تليفونه طار لحد صاحبه. واقف يستمتع بالأجواء الممطرة، مستني بقى يسمع فيروز؟ لا، سمع الرعد والبرق. يلا اهرب. وده رد فعله سريع ولا محظوظ؟ لا، ده فاكر نفسه سبايدر مان. ويا ترى صاحبنا راكب دراجة ولا طيارة؟ وهنا تحية كبيرة للأب لرد فعله السريع، والبنت المحظوظة. لازم تخلي بالك كويس وانت في الجيم قبل ما ترفع أوزان تقيلة. ويا ترى هي اللي محظوظة ولا القرش؟ العجلة هنا قررت تمشي لوحدها. الغزلتين دول قاصدين يقفوا كده؟ مش معقول. الراجل ده أحرف لاعب بولينج هتشوفه. وده محظوظ جدا إنه لحق السكيت بورد بتاعه. الخطوة اللي خدها لقدام علشان يحيي الكاميرا أنقذته من الموت بأعجوبة. بيصور ومدي ظهره للقطر وما حسش بالخطورة غير بعد ما القطر فات. بطل في التجديف، لكن الصواعق والبرق والرعد ملهمش كبير. الجندي ده محظوظ جدا، زميله اللي وراه ضرب الطلقة غلط يدوب مليمترات وتيجي في راسه.
وهنا التاكسي والموتوسيكل بيعدوا في حماية العربية النقل. تخيل كده الجرافة دي لو وقعت على دماغه، يا ترى هيعيش؟ الشبكة طلعت فاضية ولسه هيزعل على حظه، لكن السمكة صممت تيجي لوحدها. العربية الجديدة هدية، وهو بينده لها ما تعرفش انه بيزعق لها علشان كانت خلاص هتكسر الباب. آخر ثواني المباراة ولازم ثلاثية عشان الفريق يكسب. واو جابها! البلياردو لعبة مش سهلة، بس لو انت محظوظ هتعمل المستحيل. بتثق في مين للدرجة دي؟ محظوظ جدا انه ما تعورش. يا ترى هنا مين المحظوظ فيهم؟ ما تقلقش يا حبيبي، كله تمام، البيتزا جاهزة. حزام الأمان بيتفك وهو في الجو، لكن حظه الحلو إنه ماسك بإيده كويس. بتحاول تفتح الباب المعصلج من هنا، معرفتش، فبتضطر إنها تيجي الناحية دي وتحاول مرة تانية. حظها الحلو إنها جت هنا لأن الباب هيقع. ثانية كمان زيادة والشجرة هتقع على الست والكلب ده. يا حظهم. لما تكون في السباق وترتيبك التالت وتحاول تجتهد أكتر، فتلاقي نفسك بتتزحلق لحد المركز الأول. العجلة دي كانت ممكن تتسبب في كارثة، لكنها راحت لمكانها الطبيعي. وده اللاعب اللي يستحق 50 نقطة إضافية. ويا ترى ده ساحر ولا حريف ولا محظوظ؟ ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، وقول لنا في التعليقات مين أكتر واحد محظوظ فيهم، وطبعا سبسكرايب للقناة.